البصارة والحواوشي. الحواوشي يا عم ده أكلة تركية. عمر الحواوشي ما كان أكلة تركية، الحواوشي ده أكلة مصرية أصيلة. هحكي لك حكايتها يا صديقي. كان في جزار زمان اسمه الشيخ مصطفى الحواوشي، هو اسمه كده مش بنتريق. الشيخ مصطفى الحواوشي ده كان جزار بيبيع اللحمة للناس اللي تقدر تشتري اللحمة، وكان خايب جدا في التقطيع. الله أعلم كان خايب ولا كان قصدها. كان بعد ما تخلص شغل تفضل فتافيت كتيرة من اللحمة، كان بيجي آخر اليوم ويلم كل الفتافيت دي ويعبيها في العيش ويسويها في الفرن، ويلم كل الغلابة اللي في المنطقة ويأكلهم من الرغيف اللي مليان بفتافيت اللحمة. وبعد وفاة الراجل ده تكريما ليه من الناس الغلابة اللي كانوا بياكلوا من عنده ببلاش لوجه الله، سموا الأكلة دي الحواوشي. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ يعني يا صديقي معنى كلامي كده ان المطبخ المصري ده غني،